كثيرا ما كان الفصل في كل معترك يحتاج لحسم. جابر العثرات صديق البطولات وحديث الماضي والآت، عبر بأزرقه الشطآن وتناقلت حكايته الركبان. له في المجد علامة وفي الموهبة آية وفي التاريخ تأريخ. قمر كان بين نجوم لمع وأضاء، قناص شق الصفوف وتجاوز الحدود. إن جد الجد كان العاثر حظه من يبحث عن اللقمة في وجه الذئب. كذاك كان الجابر بطل الحفل الدائم وعريس الفرح الشامخ. تبدلت الأيام، وبعد أن كان يسيل المآقي فرحا ويحرض الحناجر طربا ويجبر الأيادي على الالتقاء، أصبح في أعين البعض أثرا يحكي مجد ماض وحاضر لا يعبر عن رواية الذهب. محبوه ينزفون ويصيحون لا ترحل، وأندادهم يحتفلون ويصيحون المكان لا يتسع لك. سامي الجابر قائد المنتخب السعودي السابق وقائد فريق الهلال حاليا، قائد بتاريخ سرمدي الصفحات، هو أمامكم في مساء المواجهة الخاص هذا. به وبكم أهلا وسهلا. من جديد أهلا ومرحبا بكم أحبتنا الكرام في مساء المواجهة هذا الذي نقدمه في وقت استثنائي بسبب نقل القناة الرياضية لمباريات البطولة الأوروبية، وبسبب أيضا أن الضيف استثنائي أيضا كما هم غالبية ضيوف برنامج المواجهة. الضيف كما تابعتم هو سامي الجابر قائد المنتخب السعودي السابق، قائد فريق الهلال حاليا، نجم بتاريخ كبير وتاريخ له الكثير من الصفحات. حياك الله أبو عبد الله. الله يحييك. أنا سعيد بالحضور هنا والمشاركة في برنامج المواجهة، واشكرك على هالمقدمة. الله يطول عمرك. أنا أيضا أثمن لك الحضور والاستجابة، رغم أنه يعني كان هناك يعني الكثير من الظروف اللي قد تكون تجاوزناها بفضل رغبتك في وجودك في برنامج المواجهة ورغبتنا أيضا، وأثمن لك كثير الحضور اليوم. وهناك الكثير يعني من التفاصيل اللي ما يدروا بها يمكن المشاهدين اللي يعني كانت قد تحول دون الحضور اليوم. بدون أدنى شك إنه يعني أنا أفضل برضو إنه الحضور يكون في وقت اللمعان وفي وقت الخروج بمستوى وخروج ببطولات. ممكن يختلف كثير عن الحضور في وقت صعب ووقت شديد. صحيح. وهذا حقيقة أنا حرصت إني أكون في برنامج المواجهة، وحرصت إني أكون في برنامج مواجهة مع بتال القوس، لأنه أعتقد أن المواجهة راح تكون حقيقية أكبر. اللي يستفيد هو يبغى يعرف عنها الجمهور الحقيقة يعني. نعم جميل. فقط أنوه لمشاهدينا الكرام لن نستقبل مكالمات هذا المساء بسبب رغبة الضيف. دائما كل الضيوف في المواجهة الذين لا يرغبون باستقبال اتصالات لهم الحق في ذلك، ولكن لنا أيضا الحق ولمشاهدنا الحق في معرفة ذلك. بإمكانكم فقط يعني الأسئلة عن طريق الفاكس سيكون ظاهر معكم على الشاشة. أول شيء بدون الأسئلة أحب أوجه للمشاهدين أنه الرغبة في عدم استقبال اتصالات، أنه ممكن السؤال يتكرر لك 5 مرات ومن متصلين، والهدف أنه نفس المتصلين يعني يحبون يسمعون السؤال أو يحبون يسمعون الإجابة ونفس السؤال يتكرر. لكن احنا أعتقد أنه بالنسبة للمشاهدين أو المتصلين يعني أعتقد أن أسئلتكم كلها موجودة مع الأخ بتال القوس اليوم، وممكن تكون أكثر مما أنتم متصورين بعد. إن شاء الله. سامي التاريخ الكبير، سامي الإنجازات والعطاء، ماذا بقي منه؟ بقي النهاية السعيدة، النهاية اللي يتمناها كل لاعب، وما في أي لاعب يتمنى نهايته ويحصل عليها. نعم. بقي أن تعطي حتى يقال لك كثر الله خيرك،
وفيت وكفيت. نعم. وتبقى ذكرى كمن سبقك من نجوم، سواء كانت على المستوى في نادي الهلال من أيام مبارك عبد الكريم، نعم، إلى حد وهو موجود أحدث لاعب يعني. نعم. أو حتى يمكن أنا أعتبر أنه ممكن أنا إذا ذهبت سيكون هناك سامي آخر سيتحمل مشقة لاعب ثاني. نوجد في الجيل الحالي، فأعتقد أنه نحن بنصير من الماضي كما سبقونا النجوم الثانيين. نعم. اللي سبقونا في نادي الهلال. نعم. ماذا بقي يعني ليرحل سامي الجابر؟ ما بقى ليرحل. لو عندي أي إحساس أنه ما أقدر أفيد الفريق في الفترة الحالية، نعم، رحلت. لكن لا زال عندي أشياء أقدر أفيد الفريق فيها، ولا زلت أبحث عن فرصة مناسبة، سواء كانت تمثلت فيما بقى من بطولة عربية، نعم، أو فيما بقى من موسم قادم إن شاء الله. سامي، من يتابع سامي الجابر ويتابع تاريخه مع الهلال يعرف أنه ليس مجرد لاعب فقط، سامي رجل قوي في الهلال. من وين يستمد قوته سامي الجابر؟ من الله سبحانه وتعالى، ثم في الهلال. أنا نعم، من الله سبحانه وتعالى، ثم في الهلال أو في أي مكان من الله سبحانه وتعالى، ثم بدعوات والديك. وفي شيء مهم جدا، عندما تعمل بنية صافية تحس أن الأمور دائما في الغالب أنت المنتصر فيها، وفي وقت تحتاج لأن تكون منتصر. وعندما تعمل وتظلم في وقت تنتصر، والوقت هذا قد يكون أنت قاعد تقول طبعا يعني أمثلة لك أنت طبعا أمثلة، وأمثلة هذه حية على مدى سنوات كثيرة يعني. ولكن استمداد يعني القوة اللي أنا أستمدها هي من حب أشخاص معينين يحبون سامي الجابر لشخصه. فعندما يمكن يكون عليه يمر زي أي بشر، نعم، يمر عليه هبوط في المستوى أو ظروف أو انصياع لرغبات أو ملذات، ويكون هناك أشياء، لكن سرعان ما أرجع إلى أنا أتحمل مسؤولية ناس كثير، قد تكون جماهير نادي الهلال عامة وجماهير سامي الجابر خاصة. سامي، لكن إذا تجاوزت القوة دورك أنت في الهلال فقط لاعب قائد في الملعب، لكن إذا تجاوزت هذه القوة، تجاوزت دورك كلاعب يعني أصبح سامي مهيج للجماهير حسنة، أصبح سامي يثير المشاكل، سامي هو لاعب الدلال الأول في الهلال. خليني أعطيك في الدلال وسامي الجابر في تاريخك. في الدوحة في الكأس الآسيوية كان قرار الإدارة الهلالية في وقت الأمير سعود بن تركي عدم صعود سامي للمنصة، وأنه من يستلم الكأس هو محمد الدهية، بسبب عقابا لك لما فعلته في تلك الفترة. القرار ألغي بعد ساعات بسبب القوة اللي عند سامي الجابر، اللي تدخلت في الوقت المناسب وصعد سامي واستلم الكأس. في الفترة الحالية في الهلال وفترات سابقة تسافر متى ما بغيت، تتدرب متى ما بغيت، إعلانات عندك يعني ما شاء الله تبارك الرحمن بالكون، مع أنه ما عرض منها ولا شيء إلى الآن. ممتاز. لا حيعرض قريبا. هذه أمثلة وعندي أمثلة ثانية. في بوسترات ترى نزلت للإعلانات الآن. خليك ترد على الجزء الأول. الجزء الأول اللي هو يتكلم عن الآسيوية كمثال أنا أخذت. نعم. أنا لما أشارك في مباراة دور الأربعة أمام السد القطري، وأعتقد أنه من صنع الهدف سامي الجابر لأدملسون، وأخرج ويكون في حاجة دراماتيكية ما بيني وبين بلاتشي، ويقرر الاتحاد الآسيوي إيقاف المباراة النهائية. أنا كابتن الفريق مهما كان، ومن طالبني بالصعود للمنصة واستلام الكأس، وتأكيد لم يطالبني أحد بعدم الصعود. لا، كان موجود. وكان من اللي طالبني؟ كان موجود في إدارة النادي. من هو إدارة النادي؟ لا، هذا برنامج مواجهة. أنت حدد مين؟ أنت حدد مين؟ رئيس النادي الأمير سعود بن تركي. أنا أتصل على الأمير سعود بن تركي، هو أول من اتصل عليه وأكد لي بعد تدخل أشخاص. لا بعد تدخل أشخاص اتصل عليك، كان القرار منه أنه ما تصعد المنصة، لكن بعد ما تدخل أشخاص من الرياض فعلا صعدت للمنصة. تأكد بالتالي أنه لو أي شيء يعني إذا بغيت يمين زي المحاكم نجيب يمين نحلف يمين، انك تتكلم بالحقيقة. لا، لما اقول لك انا الحقيقة اتكلم من واقع وحقيقة. لما اقول اخطأت بقول لك اخطأت، بقول لك كلامك سليم يا بتال. لكن الحقيقة انه من طالبني، ويمكن تقدر الان باتصال الامير سعود بن تركي وتسأل. ما جبنا موظف اتصالات اليوم لان انت رافض الاتصالات. لا، ممكن نتصل عليه من الموبايل، بس انه الامير سعود بن تركي ما كان فيها اي شك بانه سامي يطلع يستلم الكاس او ما يطلع يستلم الكاس، لانه تعرف ما كان في نوع